تعبت من تقلبات الحياة والتغيرات اللي بتحصل لك. زهقت من كونك مرة تكون الدنيا ماشية ومرة تلاقيها اتبهدلت، ونفسك تلاقي حل يخليك دايما مبسوط مهما حصل. صدقني انا لقيت الحل بجد. في نهاية الفيديو هتعرف ازاي تبقى مبسوط طول الوقت. واول شيء اقولهولك هو انك ما تهتمش، ومش ما تهتمش يعني ما تركزش في شريك الحياة وما تجتهدش في مذاكرتك، لكن اللي اقصده ما تركزش في النتائج. بص خليني اقولك ان في ناس كتير بتفكر بطريقة غلط. مثلا حد خلص الامتحان وامتحن خلاص ويفضل قلقان طول الوقت يا ترى النتيجة هتكون ايه. ما هو مهما كانت النتيجة هتبقى ايه فهي من اللي انت عملته، وتفكيرك فيها مش هيخليها تتغير او تزيد حتى. وفي مكان اخر تلاقي حد حبيبه كان مسافر ومستنيه يرجع ويفضل موجوع طول الوقت يقول يا ترى هيجي امتى. انا مش بقولك شيل احساس الاهتمام والحب اللي جواك لشخص تاني، انا بقولك ببساطة ما تفكرش في الشيء اللي مش بايدك. مهما كان الشيء ده ايه، لو فكرت فيه مش هتغير فيه حاجة، ومش هتقدر تعمل اي شيء ترجعه او تخلي وضعه احسن. فاهم شيء وقتها انك تبطل تفكر في الحاجات دي وتركز في حاجات تانية فعلا تخليك انت احسن. وتاني شيء اقولهولك هو انك تركز في توقعاتك. اكيد قابلت في حياتك او شفت البنت اللي جايبة 99% وزعلانة وبتعيط بكل حزن وبتسأل نفسها انا ليه نقصت ال1% ده. والناحية التانية طبعا شفت الولد اللي جاب 50% وعمل حفلة مع صحابي على قد ايه هو مبسوط انه نجح. خليني اقولك ان الشيء المشترك في دول هو التوقعات. اللي هتموت وتجيب 100% زعلت على ال1%، واللي ما كانش بيذاكر فرح لانه هو نجح اصلا. التوقعات هي اللي تخليك ممكن تحتفل باقل شيء وفي نفس الوقت تزعل حتى لو معاك كل شيء. والصح في كده انك لازم تبدأ تعمل اللي عليك وتسيب التوقعات للزمن يكشفها لك، وما تفضلش تقعد تتنبأ بالمستقبل. لو انت سألت الناس اللي عدت عليهم سنين عمرهم وقلت لهم كنتوا تفتكروا هتبقوا في الحتة دي دلوقتي، او تفتكروا كنتوا تتوقعوا هتعملوا اللي بتعملوه دلوقتي لما كنتوا ايام زمان، والنتيجة هتبقى واحدة، انا ما كنتش متوقع كده زمان. مهما كنت مين وفين فاكيد حصل لك شيء ما كانش في حسبانك، او حتى لقيت شيء ما كنتش متوقعه يحصل. فسيب الدنيا ماشية واعمل اللي عليك. فاهم قصدي؟ تالت شيء هو انك تحس بالامتنان على اللي معاك. مهما كان معاك ايه وبتعمل ايه في حياتك فدايما هتلاقي اللي اقل واللي اكتر منك. لو فكرت في اللي اقل منك هتقول الحمد لله على اللي معايا، ولو فكرت في اللي اكتر منك هتقول انا ليه ما وصلتش لكده زيه. وسواء ده او ده، انا نصيحتي ليك انك ما تفكرش اساسا فيهم، فكر في نفسك وبس. في الاول والاخر انت الراوي بتاع قصتك، انت اللي بتكتب السطور وبتختار تعمل ايه في حياتك. اصل لو فكرت في اللي اقل منك ممكن تقول ما انا حلو اهو وما تحاولش تعمل اكتر، ولو بصيت على اللي اكتر منك برضو ممكن تزعل جدا وتقول انا وحش ومش عارف اعمل كده ليه زيه وتدخل في اكتئاب بقى. لكن اللي تعمله فعلا هو انك تركز على ايه اللي يطورك ويخليك احسن فعليا. ممكن في حياتك انك تتعلم خط معين او تقرأ حاجات معينة او تتعلم لغة جديدة، ده يعتبر تطور مذهل في حياتك وفي قصتك. اما في حياة غيرك ده شيء عادي جدا، فاوعى تقارن نفسك بغيرك وركز على مسار حياتك انت وبس. الشيء الرابع هو انك تعرف انت فين دلوقتي. بص خليني اقولك كمثال، انت لو بتقبض جنيه في الشهر ما ينفعش تلوم نفسك انك مش بتقبض 2 جنيه. لازم تبقى عارف انت فين ومستواك فين دلوقتي في حياتك وازاي تقدر تكبر وتطور من نفسك. كتير من الناس اللي بتجيلهم امراض مع العمر هم الناس اللي بيلوموا نفسهم على اللي هم فيه دلوقتي. وفي ناس كمان بتفضل تدوس على نفسها وتتضايق لكونهم معاهم الشيء اللي معاهم حاليا، وان هم ليه مش معاهم شيء اكتر من كده. فخليك عارف تماما انت ايه حاليا واخرك ايه حاليا. لازم تعرف نفسك الاول قبل اي شيء، وبعدها قول لنفسك ازاي ازيد اكتر مع الوقت. لكن انك تلوم نفسك ان في حد معاه اكتر منك وانت لسه مش معاك زيه، ده قمة الغلط. والاهم من كل ده سواء كانوا صحابك او قرايبك او حتى شريك حياتك، لما يجي يكلمك وما يرضاش بحالتك الحالية ويبقى ضاغط عليك وعايزك تبقى بطريقة تانية، لازم توقفه عند حده. انا مش بقولك انك مش هتسعى للمستقبل، انا بس بقولك انك تبقى عارف انت ايه حاليا عشان تبقى نفسيا مستقر. وخامس واخر حاجة هي بطل تصدق كلام الناس. بص
الناس لما تشوف الغلط مش بتتردد تقول ان هو غلط، سواء كان شيء صغير او شيء كبير. ما تعرفش الفكرة في انهم بيحسوا انهم احسن لما يعملوا كده، او انهم بيحسوا ان افعالهم هتخلي العالم احسن، مع انهم ممكن يكونوا بيعملوا اسوأ من افعالك اصلا. خليني اقولك، عيش على طبيعتك بطريقتك باحلامك وافكارك، وخليك كويس مع غيرك بالشكل الطبيعي. مش بقولك اي حد يكلمك تضربه او تتخانق معاه او تردله الكلام بشكل عنيف، انا بقولك ببساطة انك تبقى مدرك ان كلام الناس فعلا لا بيقدم ولا بيأخر، وانهم يمكن بيساعدوك ساعات انك تعرف غلطات انت بتعملها، بس احيانا دي بتبقى غلطات عشان عاشوا حياة تخليهم يحسوا ان الشيء ده غلط، بس ده مش معناه ان في حياتك انت هو فعلا غلط. يعني مثلا ممكن تبقى نفسك تتجوز شريك حياة يكون عايز يلعب ألعاب معينة أو يهتم بنوع حاجات معينة، أو ليهم طموحات وأحلام انت نفسك شريك حياتك يكون فيها الأحلام ديت. أما لو كلمت حد تاني ممكن يقولك لأ، اختار اللي ياخد باله من البيت، أو اختار اللي كذا وكذا وكذا. كل واحد ليه أولويات واختيارات وأهداف، وحتى عندهم أفكار تليق بحياتهم هم. فخلي اللي يتكلم يتكلم، واعمل كل اللي انت بتحبه. أهم شيء ما تضرش حد طبعا، وعيش حياتك بطريقتك عشان تكون مرتاح نفسيا وسعيد بحياتك اللي انت عايشها دي. يمكن في ناس كتير تقولك اسمع كلامنا وإلا هتندم بعدين، بس خليني أقولك إن حتى لو كان في ندم فدي حاجة انت اخترتها واتعلمت منها وجربتها بنفسك، وهتقدر تطورها بعدين، حاجة انت اللي عملتها. وهي دي حلاوة الحياة لما تكون انت بتختارها. وبس كده، شكرا لانكم شفتوا الفيديو لحد هنا، اتمنى اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.